فيلم النهارده هيعرفك ان كيد النسا ملوش حدود مهما حاولت تعرف. كل اللي عليك تصبر عليا في البدايه عشان تستمتع في النهايه، وصدقني النهايه تستاهل انك تصبر. بس قبل ما نبدا الفيلم يا ريت تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم. بيبدا الفيلم بالشرطيه فيديا اللي لسه منقوله جديد لاسم المدينه. بيسالها سباش هي فعلا حبست اخوها 6 شهور. قالت له حصل، لان حاله ما كانش هينصلح غير بالسجن. قال لها بس ده برضه اخوكي. قالت له بالنسبه لي انا محدش فوق القانون. بيبعت لها الريس عشان يرحب بيها. بتقول له يا فندم انا ترقيتي متاخره 3 شهور من وانا في الاسم القديم. قال لها لانك شرطيه شاطره جدا لدرجه مصعبه ترقيتك، بتمشي على القانون بحذافيره، لكن صدقيني الاهم من القانون هو روح القانون، ومن بكره مسؤوليتك الدوريات. قالت له بس سيادتك انا لفيت المدينه كعب داير في الدوريات دي، مفيش قضيه امسكها. قال لها لا في دوريات. لما بترجع المكتب بتسمع سباش بيكلم حد بيبلغ عن صوت عالي جاي من بيت الجيران. سباش بيقول له ما تقلقش، تلاقي راجل بيتخانق مع مراته، ما تشغلش بالك انت. فيديا بتاخد منه السماعه وتعرف العنوان. سباش بيقول لها ملوش لازمه المروح، لما تساليها هتقولك مفيش حاجه وهيبقوا زي السمنه على العسل، لكنها بتصمم تتحرك على هناك. وعلى ما توصل تعال احكي لك شويه عن حياتها. ابوها كان قاضي، اهم حاجه عنده القانون، وامها محاميه شايفه ان ايه لازمه القانون لو مش هيرجع الحق لاصحابه، وان الاهم من القانون هو روح القانون، عشان كده ما كانوش على وفاق مع بعض. اما فيديا فكانت ماشيه على خطى ابوها، بدليل انها حبست اخوها، وكمان معاها شهاده في القانون وشغاله محاميه بجانب الشرطه. بتوصل العنوان، ولما بيفتحوا لها بتسالهم لو كل حاجه تمام، لان الجيران بلغوا ان في صوت عالي جاي من عندهم. سوميا بتقول لها كله تمام ومفيش حاجه، وبيبقى في اثر ضرب وزرقان على وشها بتحاول تداريه. فيديا بتقول لها امال ايه اللي في وشك ده؟ قالت لها ابدا ده انا اتخبطت في ظرفه المطبخ، وبتشكرها وتقفل الباب. تاني يوم الصبح سباش بيسالها ايه اخبار امبارح. قالت له خليك في حالك انت. بيجي لهم نداء على اللاسلكي ان في مشكله، فبيتحركوا على هناك. بيلاقوا ست بتزعق لان حصل مشكله وهي بتنط بالباراشوت. بيوصل صاحب المكان يسنجفها ويلم الدنيا. فيديا بتبقى واقفه تتابع الموقف من بعيد. سباش بيقول لها ده دروف سود، عيل متدلع بيصرف من فلوس ابوه الغني، وهو صاحب مشروع الطيران بالباراشوت اللي فتح هنا في المدينه. وبلاغ العنف المنزلي بتاع امبارح كان من بيته، ومراته مدرسه رقص في مدرسه جنبنا. فيديا بياخدها الفضول وتراقب سوميا في مدرسه الرقص. بعد كده بتدخل وراها المحل بتاعها، بس بتتفاجئ ان سوميا ليها اخت توأم، والصدمه بتبان عليها فبتجري جري على بره. بتقابلها الست اللي كانت جنب سوميا لما فتحت لها الباب. بتقول لها انا محتاجه اتكلم معاكي شويه. بيروحوا يقعدوا في مكان. بتقول لها لازم تساعدي سوميا لان عمرها ما هتبلغ عن جوزها. وبتبدا تحكي لها الحكايه من الاول، انها المربيه بتاعت سوميا وشيلي اختها من لما كانوا عمرهم 5 سنين، وكانوا عايشين في سعاده سوا والدنيا تمام لحد ما امهم ماتت وهم عمرهم 8 سنين. بعدها حاله سوميا النفسيه والصحيه اتدهورت جامد، جالها مشاكل في الجهاز التنفسي، خوف من المرتفعات، وحالات ذعر شديده من ابسط حاجه. وبسبب كده كان الاهتمام كله متوجه لسوميا، وليها الاولويه في كل حاجه بسبب طبعا المشاكل اللي عندها. لكن ده خلق غيره من ناحيه شيلي اختها، وكانت مفكره ان مفيش حد بيحبها واننا بنفضلها، لدرجه انها قصت لها شعرها وهي نايمه عشان انا صرحت لها الاول. فابوهم قرر يودي شيلي سكن طالبات على امل ده يهدي الدنيا شويه. بس وهي ماشيه قالت لسوميا ان دي اخر مره تسمح لها تنتصر عليها. وابوهم بقى سكري وبيشرب كل ليله لحد ما مات من كتر الشرب. ومن بعدها شيلي بطلت تنزل اجازات، وبقت تبعت الجواز بتاعتها وشهادات التقدير اللي بتاخدها بس، وما بقاش لسوميا حد غيري. وطول السنين دي الغيره بتكبر في قلب شيلي. ومن سنه كان ميعاد رجوعها للبيت، بس قبلها بشويه حصل حاجه تاني. في يوم سوميا وهي واقفه بتتصور قبل الظروف، واللي عرض عليها يصورها صور حلوه. بعد كده عرض عليها رحله بالباراشوت، وبرغم خوفها من المرتفعات وافقت لانها اعجبت بيه. وفي السما كانت ميته في جلدها من الرعب ومغمضه عينيها، وظروف كان بيحاول يهديها ويطمنها لحد ما فتحت عينيها وشافت السحاب. ساعتها افتكرت ذكرياتها السعيده مع امها واختها. واول ما نزلوا على الارض جري حضنت ظروف وشكرته على الاحساس الجميل اللي ما حسيتوش من سنين. ونظره فضحكه فابتسامه وقعت في غرامه، وبقوا يقضوا اغلب الوقت سوا ويخرجوا ويتفسحوا ويهيصوا، وكانت في منتهى السعاده لانها عايشه حلم جميل. وفي يوم جابته المحل عشان نتعرف عليه، بس حصلت مصيبه لا كانت على البال ولا على الخاطر. شيري رجعت بعد غيبه طويله، وظروف شافها من هنا وانبهر بيها قوي لانها كانت عكس سوميا في كل حاجه. واضح انها متحرره وعايشه بمزاجها. بالليل شيلي بتدخل لسوميا اوضتها عشان تجس نبضها من ناحيه ظروف، وبتقول لها يتهيألي انك مش ستايله ولا هيبصلك، بس مفيش مشكله لو عاوزه تحاولي تلفتي نظره. وبيبقى واضح ان شيلي دي مش حلوه كده من جوه. اما سوميا فواضح انها غلبانه جدا، لا بتهش ولا بتنش، حتى ما بتعرفش ترد على اختها. تاني يوم الصبح بتبص من الشباك وتتصدم، بتلاقي شيلي كانت في رحله بالباراشوت مع ظروف، فبتتضايق جدا من الموضوع ده. بيخرجوا يتعشوا سوا هما التلاته، وبيبقى واضح ان شيلي عينها من ظروف، وظروف كمان عينه منها. وسوميا بتاخد بالها بس مش بتعمل حاجه. ظروف بيقول لسوميا انا حاسس ان شيلي دي نص التاني، البت مطرقعه كده ومتلحلحه وجريئه، وانا عاجبني الوضع ده، فربنا يوفقك انت سكه السلام. بيخرج بقى مع شيلي ويقضوا وقت برضه ويتفسحوا
يصرخوا ويهيصوا ولا في اي احترام لمشاعر سوميا المسكينه اللي كان بيتصرمح معاها من يومين. وشيلي مفيش دم ولا تربيه، بل بتحاول قدر الامكان تغيظ سوميا وتنقطها، وهي يا عيني ما بتعملش حاجه غير تكتم في نفسها وتعيط. بيبقى دروف عامل حفله عشاء في البيت عنده عشان يناقش صفقه مهمه قوي مع وزير السياحه، بس شيلي بتبقى سكرانه وبتتصرف تصرفات تعر وتكتفه قدام الوزير. فالوزير بيقول له شكلك مش فاضي دلوقتي، نبقى نتكلم في المكتب، وبياخد بعضه ويمشي. بعد الحفله ابو دروف بيكلمه يهزقه عشان بوظ الصفقه بسبب النسوان اللي عازمهم، وبيقول له كلام امك كان صح، ديل الكلب عمره ما يتعدل ولا مليم هتشمه لما تتربى وتتجوز بنت محترمه. دروف بيحس ان كده هيغرق، فبياخد سوميا في الباراشوت ويعرض عليها الجواز ويخزوق شيلي بعد ما سرح بيها في التراب. شيلي بتبقى متضايقه جدا لان الموضوع مش موضوع دروف، كده سوميا انتصرت عليها تاني. بتروح تشرب وتسكر عشان تنسى. بتكمل المربيه كلام مع فيديا وبتقول لها مش محتاجه اقولك ان شيلي ما سابتش الموضوع يعدي بسلام. الجواز تم في حفل تقليدي بسيط وسعيد وكله كان تمام، لكن الحفله اللي اتعملت في الفندق شيلي عملت فيها حركه قرعه قوي، لبست نفس الفستان وعملت نفس اللوك بتاع سوميا بالظبط، والناس كلها كانت مستغربه وسوميا كانت مصدومه كأن وقع عليها جردل ميه متلجه. والاسوأ انها دخلت اوضتها في الفندق لبست لبسها، ولما سوميا اكتشفت الموضوع قالت لها تبعد عنها وعن دروف. شيلي قالت لها يا اختي هو معاكي اشبعي بيه، لما نشوف هتعرفي تحافظي عليه ولا هيطفش منك. فيديا بتسأل المربيه طب وايه اللي قلب حال دروف كده؟ قالت لها بعد الجواز بكام شهر حصل له مشاكل في الشغل، فبدأ يضرب سوميا ويعاملها وحش جدا، وهي يا عيني مسكينه ومستحمله كل ده عشان ما تخربش بيتها. فيديا قالت لها بس انا كده مش هعرف اعمل لها حاجه من غير ما هي تعمل محضر، لا اما انت تجيبي لي دليل انه بيعنفها، صور او فيديوهات، يعني مش معقوله اخش اصورهم في البيت كمان. بنرجع للحاضر وبتبقى شيلي قاعده مع سوميا في بيتها على ما التجديدات اللي بتعملها في بيتها تخلص، وبتفضل تستفز في سوميا وترمي كلام من تحت لتحت كده. سوميا من الغيظ ما بتركزش انها زودت الشطه قوي في الاكل، وبيبقى دروف عازم نفس وزير السياحه تاني في بيته، والراجل اول ما بياخد معلقه من الاكل مش بيستحمل كميه الشطه دي وبيبقى هيروح في شربة ميه. سوميا بتقوم جري عشان تجيب ميه، دروف بيخش وراها المطبخ يمسكها من شعرها ويقول لها لو الصفقه دي باظت مش هيحصل كويس، وبيلوي دراعها جامد وسوميا بتبقى بتتألم. المربيه بتبقى واقفه على جنب بتصور اللي حصل زي ما فيديا طلبت منها. تاني يوم فيديا بتشوف سوميا والمربيه وهم خارجين من العياده، وبيبقى واضح على سوميا اثر الضرب والعنف وشكلها دبلان ومتبهدل. فيديا بتقول لها لحد امتى هتفضلي تداري؟ الكل عارف انه بيصبحك بعلقه ويمسيكي بعلقه. قالت لها عادي، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، وبتاخد المربيه وتمشي. فيديا بتقول لسوباش جوزها مسقف على وشها وهي بتقول لي حب. بالليل دروف بيدخل القسم ويقول للرئيس فيديا عماله تحرض مراتي ضدي وعاوزه تلبسني تهمه. فيديا قالت له لا بلبسك تهمه ولا نيله، دي قضيه عنف منزلي بيضربها في نوبات غضبه وهي بتداري اثر الضرب بالمكياج حتى اسالها. سوميا قالت لها جرائيه خربت البيوت انتي، ما قلتلك اتخبطت في ضرفه المطبخ. دروف بيلاحظ ان في ورق على المكتب يخصهم، بيقول لها ده انتي مالكيش شغل غيرنا بقى، وبيبص للرئيس ويقول له عقلها بدل ما دخل ابويا في الموضوع. المربيه بتتكلم مع شيلي ان دروف بيضرب سوميا جامد وهي مسكينه ومش قادره تتكلم. شيلي قالت لها خلاص تسيبه وتبطل تبقى دراما كوين بقى. في نفس الوقت بتشوف دروف وسوميا بيهزروا سوا في الجنينه. شيلي قالت لها لا واضح انها مسكينه قوي، وبيبقى في نظرات رايحه جايه بين شيلي ودروف. المربيه لما بتاخد بالها قالت لها انت لازم تمشي من هنا. شيلي بتتضايق وبتقول لها يعني ما كفاكيش ان امشي زمان واروح سكن الطالبات؟ ما تضربيني بالنار احسن، يكشي ترتاحي. دروف وهو بيستعد لسفريه شغل، سوميا بتقول له ان نفسها تخلف، لكنه بيتعصب عليها جدا وبيقول لها انا لا عاوز اخلف ولا نيله، كفايه اني مستحملك انت والمربيه اللي صممتي انها تعيش معانا، ده غير انك طول الوقت بتعيطي على اتفه الاسباب وعماله تبلبعي في علاجات وانا قابل وساكت، كمان عاوزه تبليني بطفل بدل ما اشوف شغلي. انا غلطان ان انا اخترتك، كان لازم اختار شيلي. سوميا اخيرا بتخرج عن شعورها وبتقول له شغل ايه؟ انت ابوك هو اللي اسس لك المشروع ويا ريتك حتى عارف تديره. دروف بيتجنن من جرأتها عليه في الكلام وبيبدا يضربها بطريقه بشعه ويخبط دماغها في الترابيزه، ومهما حاولت تهرب منه بيمسكها ويكمل ضرب فيها من غير ما تصعب عليه حتى، وفي الاخر بيزقها من على السلم ويسيبها متبهدله وبتجيب دم من كل حته ويمشي. سوميا بتبقى بتمر بحاله نفسيه وجسديه وحشه جدا، وبتشوفها فيديا وهي متبهدله ومش قادره تمشي على رجلها. بتقول لسوباش ان بالمنظر ده هتموت. قال لها انا سمعت ان جوزها عنده قضيه شروع في قتل في مدينه تانية، فبتتحرك جري على المدينه دي عشان تجيب قرار الموضوع. بتروح على البار اللي حصلت فيه المشكله عشان تقابل المدير، وبتلاقي اصحاب دروف هناك. واحد منهم بيقول لها نورتي المدينه. بالظبط كده، هو ده البار اللي دروف ضرب فيه نار على واحد وهو متعصب، لكن مش من مصلحتك ابدا تدعبسي في الموضوع ده عشان ما تزعليش. وبيطلع سلاح ويحطه على ترابيزه البلياردو كنوع من التهديد، بس فيديا بتضحك بسخريه وبتقوله لما نشوف مين فينا هيزعل في الاخر، وبتمشي عشان تقابل المدير. دروف لما بيرجع من السفريه المربيه بتقول له سوميا كانت هتموت لو لمستها تاني، انا هعمل فيك محضر. قال لها روحي وانا هقول لهم على كميه الادويه اللي بتاخدها للاكتئاب
الاكتئاب والقلق، وانها بتتصرف بشكل مش طبيعي وممكن تنتحر في اي وقت، والناس هتشفق عليا ان انا مستحمل كل ده وصابر على واحده مجنونه. سوميا بتسمع الكلام ده وبتترعب. بالليل شيلي بتدخل عليها المحل بتاعهم تلاقيها متبهدله وشكلها مش طبيعي وعماله تنظف في صوره امها. لما بتكلمها ما بتردش عليها فبتسيبها وتمشي. وهي قاعده تتعشى مع ظروف بتلاقي شيلي بترن عليه وبتعرف ان شبه في علاقه بينها وبينه، وبتسمعه بيقول لها انه لازم يروح لفيديا يوقفها عند حدها لانها بتدعبس وراه. ظروف بيروح لفيديا بيتها ويقول لها انا عرفت انك بتحاولي تدعبسي في قضيه الشراع في القتل. قالت له قضايا اعتداء وضرب وغيره وغيره. قال لها بصي انت مش عارفه انا ابن مين. قالت له طز فيك. بيتعصب ويحاول يضربها لكنها بتوقفه عند حده. بينزل على العربيه وهو متعصب جدا وبتبقى شيلي مستنياه في العربيه. بتهديه وتساله هو فعلا ضرب سوميا. قال لها ما حصلش، ده هي اللي وقعت من على السلم، انت عارفاها دراما كوين والعيشه معاها جحيم، لكن انت الحب والنب وما اقدرش اعيش من غيرك. وفيديا بتشوفهم سوا من البلكونه. تاني يوم بيروح القسم عشان يستجوبوه في اللي عمله مع فيديا لانها قدمت فيه بلاغ. قال ان حصل سوء تفاهم، ده كان رايح يتكلم معاها بس، والمحامي بتاعه بيطبل له انه اتغير واتعلم يتحكم في اعصابه وبقى زي الفل. فيديا بتقول لسوميا يا بنتي انطقي بقى هيموتك. قالت لها احنا زي السمنه على العسل، ده احنا حتى بنخطط عشان نخلف، مش كده يا ظروف؟ قال لها كده ونص. لما بيروحوا بيشكرها على وقفتها معاه. قالت له انسى اللي حصل، انا عاوزه نبدا من جديد، تعالى نطلع رحله بالباراشوت واعرض عليا الجواز ونبدا على نظافه. قال لها اتفقنا، بس الكلام ده بعد عيد الهولي. بيروحوا احتفال العيد وفيديا بتبقى موجوده وبتشوفه وهو عمال يترقص مع شيلي. المربيه بتكلمها عشان تقابلها تديها الدليل اللي طلبته منها، وسوميا بتروح تشد ظروف من ايده وتقول له يلا بينا. فيديا بتقابل المربيه وبتلاقيها جايبه لها صور هبله ملهاش اي معنى. في نفس اللحظه سوميا بتكلم المربيه وبتبقى خايفه جدا من حاجه. لما فيديا بتعرف بتقول لها هي فين بالظبط وانا هروح لها. قالت لها في قريه المغامرات بتاعه ظروف. قبل ما تمشي بتاخد بالها من شيلي اللي راكنه على جنب بتدخن سيجاره. فيديا بتوصل المكان تلاقي ناس ملمومه وسوميا في الجو مع ظروف عماله تصرخ برعب ان حد يساعدها لانها هتقع، والناس عماله تصور. وشيلي بتيجي وراها وتقول لها الحقيها بسرعه بدل ما يحصل لها حاجه وتموت. الباراشوت بيتعلق على جسر فالشرطه والاسعاف بيتحركوا على هناك وبينقذوهم. وسوميا بتبقى في حاله صعبه جدا ومش قادره تتكلم، وفيديا بتبقى متضايقه فبتسخف ظروف قلم ويقبضوا عليه. اما بيوصلوا الاسم سوميا بتفجر مفاجاه ان ظروف حاول يقتلها وهم في الجو. ظروف بيقول انها بتكذب بس محدش بيعبره. وفيديا بتقول لسباش خد اقوال سوميا. الرئيس بيقول لفيديا ان الخبر انتشر وكده ممكن يخرج بسبب نفوذ ابوه. قالت له لا ده على جثتي، الموضوع المره دي على مرأى ومسمع من الكل والناس مصوره، وانا اللي همسك القضيه دي وهدافع عنها، انا معايا شهاده في القانون وهسففه التراب. بتبدا المحاكمه وفيديا بتقدم لقاضي اللي بالمناسبه واحده ست برضه صور الجروح اللي ظروف عملها لسوميا على مدار الكام شهر اللي فاتوا في جسمها كله، بس هو بيقول لها ظلم ظلم وافتراء، هي اللي مجنونه وبتخبط نفسها في ضرفه المطبخ. وبتبدا سوميا تحكي اللي حصل يوم العيد، انهم طلعوا رحله بالباراشوت سوا. هم في الجو اتفتح موضوع الخلفه وشدوا مع بعض، فراح فاكك حزام الامان بتاعها وكان عاوز يزقها. ظروف طبعا بيستغرب وبيقول انها بتكذب. فيديا بتسالها طب وايه سبب المشكله لما زقك من على السلم؟ قالت لها برضه موضوع الخلفه. وكل الشهود بياكدوا انه كان بيعنفها ويضربها لما بيتعصب حتى على اتفه الاسباب. المحامي بتاعه بيحاول يطبله انه كلها حاجات بسيطه بتحصل في كل البيوت. وبالنسبه لموضوع الباراشوت مفيش اضرار وهي زي الفل اهو ربنا نجدها، ولو كانت اتاذت منه زي ما بتقول ليه ما قدمتش بلاغ من بدري. وبيقدم الادويه اللي بتاخدها سوميا كدليل انها غير متزنه نفسيا. وظروف بيعمل فيها الحمل الوديع ويقول انه اكتشف بعد الجواز ان عندها كوكتيل امراض نفسيه، ايش اكتئاب على رهاب على هلوسه وخوف من المرتفعات، وحولت حياتي الجحيم بافكارها الانتحاريه، وانها بتعاني من الامراض دي من وهي عندها 8 سنين. لكن الرجاله مظلومه محدش بيصدقهم في قضايا العنف الاسري، وان كان نفسه يبقى لها زوج صالح. القاضي بتاجل الجلسه للاسبوع الجاي وبيتبعت استدعاء لشيلي عشان تشهد في القضيه. في تاني جلسه فيديا بتسال شيلي لو كانت تعرف ان ظروف بيضرب اختها. قالت لها لا معرفش وما شفتش لان سوميا ما كانتش بتحكي لي حاجه ومش بحشر نفسي بينهم اصلا. قالت لها طب ما يمكن ما قالتلكيش لانك كنتي على علاقه بجوزها. قالت لها ده قبل الجواز دلوقتي لا. فيديا بتحاول تزنقها في الكلام انها كانت بتحاول توقعه تاني وترجع العلاقات بدليل سجل مكالماتهم الكتير مع بعض. ظروف بيقول لها انا بس كنت بشتكي لها من سوميا وتصرفاتها عشان تعرفني ازاي اتعامل معاها. بتقوله طب ما تقول لنا كده ايه اللي حصل يوم العيد؟ قال لها ابدا ركبنا الباراشوت والدنيا كانت زي الفل، ومره واحده رحنا في الجو فكت الحزام بتاعها وبدات تصرخ وعملت كده عشان تلبسني القضيه لانها فاكره ان انا بخونها مع شيلي. قالت له انت يا ابني مش لسه قايل انها بتخاف من المرتفعات، ازاي هتفك الحزام وتجذب بحياتها؟ وكل الشهود اللي صوروا الحادثه دي شهدوا في صالح سوميا. وفي النهايه بيتحكم عليه ب 13 سنه في قضيتين، شروع في قتل وعنف منزلي. وسوميا بتبقى سعيده جدا ان حقها رجع لها، وفيديا بتبقى سعيده اكتر انها ساعدتها في كده. بس بتلاحظ ان في نظرات غريبه كده بين الاختين. وبالليل وهي قاعده
قاعده في مكتبها بتفكر في النظرات الغريبه دي، وان ازاي القضيه كانت سهله زي السكينه في الحلاوه كده، ادله وتسجيلات وصور، وبتحس انهم استغلوها عشان يكسبوا القضيه دي. بتراقبهم في المحل بتاعهم وبتطلب من سباش يجيب لها تسجيل كاميرات المراقبه حوالين بيتهم والمحل والطرق اللي بتوصل لقريه المغامرات بتاعه ظروف، وكمان المكان اللي كان فيه احتفالات العيد، لان واضح كده ان في حاجه مش مظبوطه. بتبدا تراجع الورق والادله والتسجيلات عشان تفهم فين الغلط، وبتبقى متاكده انهم اتلعبوا بيها وبالادله وحولوا قضيه عنف منزلي اخرها 3 سنين لقضيه شروع في قتل اتص فيها 13 سنه. وهي شخص مش بيقبل الظلم ابدا، واهم حاجه عندها تطبيق القانون بحذافيره. وبنروح لشيلي اللي بتسال المربيه لو كانوا اتصرفوا صح، وبنرجع لليوم اللي شيلي دخلت فيه على سوميا المحل، لقيتها بتنظف صوره امها. بعد ما مشيت رجعت لها تاني ولقيتها بتأذي نفسها ومتعوره، بتدور بسرعه على حاجه عشان تلف جرحها. بس سوميا بتبدا تقول كلام غريب قوي، انها السبب في موت امها وما قدرتش تنقذها، وابوها كان لازم يتعاقب بسبب كده، بس ده ما حصلش، ومصيرها هيبقى زي امها، وظروف مش هيتعاقب لما يموتها. شيلي بتحاول تهديها وتقول لها طب بس لمي حاجتك واحنا هنمشي من هنا وسيب ظروف، لكن بتتصدم لما سوميا بتطلع صورتهم سوا وهم صغيرين وتقول لها دول بناتي ومش هينفع اسيبهم، وبتبقى مرعوبه ان مصيرها هيكون زي امها وظروف ما ياخدش جزاؤه. فيديا بتروح لظروف تساله لو كانوا راحوا في حته في طريقهم من الاحتفالات لقريه المغامرات بتاعته، قال لها ان سوميا نسيت بخاخه الربو بتاعتها ففوتنا على المحل عشان تجيبها. وتعالى بقى افهمك اجمد تويست في الفيلم كله. اللي حصل بالراحه كده ان سوميا لما دخلت المحل على اساس تجيب البخاخه، شيلي كانت مستنياها جوه ولابسه زيها بالظبط وطلعت مكانها مع ظروف. اما سوميا فلبست لبس شيلي ودارت اللي في وشها بالمكياج وطلعت بره تشرب سيجاره، وده نفس الوقت اللي شافتها في فيديا. فكده اصبح اللي مع ظروف في الباراشوت هي شيلي بس عامله سوميا، وفعلا هي اللي فكت الحزام لنفسها وبدات تصرخ عشان الناس تاخد بالها وتصورهم ويبقى في دليل صوت وصوره. بتروح تسال الشرطيه اللي راحت معاهم الطب الشرعي لو كانت سابتهم لوحدها، قالت لها لا بس هم دخلوا الحمام وانا استنيتهم بره. وطبعا لما دخلوا الحمام بدلوا الادوار تاني وكل واحده رجعت لمكانها عشان كشف الطب الشرعي وتحليل الدي ان ايه يطلع مظبوط. فيديا بعد ما بتوصل لكل ده بتروح لهم تواجههم باللي وصلته، وبتقول لهم انا هفتح القضيه دي تاني وهرميكوا في السجن، ده انا ما سميتش على اخويا هسمي عليكم. شيري بتجري وراها وبتقول لها كنتي عاوزاني استنى لما يموت اختي بعد كده جا اقول هاتوا حقها. ظروف هدد المربيه فعلا انه هيقتل سوميا وانه يقدر يثبت انها مجنونه، وكان هيعمل كده في المحكمه. ما انت شفتي العداله مش شويه قوانين بس، العداله ان الحق يرجع لاصحابه، وكان لازم نجيب الدليل قدام كل الناس. فيديا بتسيبها وتمشي وهي محتاره جدا ومش عارفه تعمل ايه، وفعلا بتفتح القضيه تاني. واول ما بتبدا الجلسه شيري بتقول للقاضي انها عندها كلام عايزه تقوله، وبتبدا تحكي اللي حصل انها السبب في موت امها، واللي حصل ان امهم كانت ست جميله ومرحه وبتحبهم، لكن للاسف كانت بتتعرض للعنف والتعذيب من ابوهم اللي كان راجل مجنون، وكانوا بيشوفوا اثر الضرب ده في جسمها، وفي يوم ضربها لحد ما ماتت في ايده. وسوميا شافت اللي حصل كله، ولما جت الشرطه تستجوبها انا وعمي شاورنا لها تسكت خالص، لكن الضغط النفسي واحساسها انها ضيعت حق امها كبر جواها وهي بتكبر، وعمل لها مشاكل نفسيه وتعب جسدي كمان. وانا كنت صغيره وعنيده ومش فاهمه فعادت اختي، لكن دلوقتي انا فخوره بيها وبشجاعتها وبحربها عشان تجيب حقها. وبتبص لفيديا وتطلب منها ما تكسرش اختها ابدا. فالقاضي بيقول لفيديا تتفضل تقول الادله الجديده اللي عندها. فيديا بتقول له القضيه دي علمتني ان الست لما بتتعرض للعنف ده مش بيضرها هي بس، ده بيضرها وبيضر اطفالها وبيدمر جيل كامل بحاله. والحقيقه يا فندم ان مفيش ادله جديده ولا حاجه، وان الاهم من القانون هو روح القانون. وبنشوف الاختين وهم بيحضنوا بعض في سعاده. وفي النهايه لو عجبك الفيلم دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديده، ولو في فيلم معين عاوز نلخصه ما تنساش تكتبه لنا تحت في الكومنت.